السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك للنادي الأهلي الفوز بالدوري. كده أنا طلعت أتكلم قبل المباراة ما تنتهي باقي ربع ساعة، دقيقة 75، وبيراميدز كان كسبان واحد بس. خلاص كده النادي الأهلي حسم الدوري لصالحه. هدف أسامة أبو علي من تسلل 100%. هدف تاني عن طريقه نفس اللاعب أسامة أبو علي، ثم هدف تالت ثم رابع ثم الشحات الخامس. أسامة أبو علي أحرز لحد دلوقتي أحرز 4 أهداف، وحسين الشحات هدف 5. بس اللي عايز اقوله يا جماعه ان النادي الاهلي مش محتاج حد يساعده علشان يكسب. يعني عيب، عيب. انا ما اعرفش والله مين اللي قاعد في غرفه الفار، ولكن الهدف الاولاني يعني فضيحه فضيحه. يعني آه، انت حتى لما جيت تعيدها من الزاويه اللي مبينه اللي هي اوف سايد، لو اني الاعمى يشوفها، رحت قاطع ورحت جايب له الزاويه الثانيه وهو كوكا بيعمل بالعرض. فدي دمها تقيل ومش هتفيد النادي الاهلي في حاجه، بل هتقلل من اسهم النادي الاهلي عند الناس، لان النادي الاهلي مش محتاج حد يساعده ان هو يكسب. هو اوريدي نادي كبير وعنده لعيبه كبيره. فما ينفعش في اول 10 دقائق هدف اوفسايد 100%، اهمت فرقه زي فرقه فاركو. ولكن الف مبروك للنادي الاهلي، حسم الدوري وربنا معاه في كاس العالم للانديه. ولكن كنت عايز اتكلم على الحته دي، ان ما ينفعش نحط النادي الاهلي في الموقف ده. احنا كده يا جماعه الله اعلم مقصوده او غير مقصوده، بس هي لعبه مش صعبه اصلا علشان اقول انها. انا عمري ما بتكلم على تحكيم، مش بحب اتكلم على التحكيم لان التحكيم فيه اخطاء، مفيش كلام، ما بحبش اتكلم على موضوع التحكيم ده. ولكن الفار ماليش دعوه بالحكم. الفار يا باشا، ده انت قاعد وشفتها مره واثنين وثلاثه، دي باينه للاعمى ان هي اوف سايد. ده وسام حتى ما لحقش يعدي اخر لاعب، هو كان في الاوف سايد اصلا وما لحقش يعدي اخر لاعب وراح رايح واخد العرضيه. فمبروك للنادي الاهلي اخر مره و... وبكده انتهى الدوري لصالح النادي الاهلي. ولسه في بقى النادي المصري مع سيراميكا بيصارعوا على المركز الرابع، وطبعا مفيش هبوط. وقفلنا الصفحة بكل بلاويها، وبإذن الله بإذن الله نتفرج على المباريات ونتكلم معاها على حضراتكم أنا مع حضراتكم إن شاء الله. مباريات اللي هبوط اللي مفيش هبوط، هنقعد نقول تاني اللي مفيش هبوط، وربنا يستر من الموسم اللي جاي يا جماعة، علشان موضوع مفيش هبوط ده دمه تقيل. وهيدي فرصة لكل الناس، كل اللي مش عاجبه حاجة أو كل اللي هيتأذي من حاجة هيتكلم بعد كده. ربنا يستر. السلام عليكم.